نفسك تعملي الكريب ويطلع معاكي زي ما بتجيبيه من المطاعم وبنفس الطعم وبنفس الشكل، بس خايفة تعمليه؟ تعالى اقولك على طريقة النهاردة هتعمليها ومش هتكلفك حاجة خالص. بشوية مية ودقيق هتعمليه وهيطلع معاكي زي ما انت شايفة كده، حاجة زي الفل وطعمه تحفة ومش هيكلفك حاجة خالص. وتحشيه اي حشوة زي ما تحبي، فراخ، بطاطس، لحمة، اي حشوة عندك موجودة هتحشيه. ولو عايزة تخزني كمان منه هتخزني، ومش هيكلفك حاجة خالص، شوية دقيق ومية. وزي ما انت شايفة كده هيطلع معاكي بمنتهى الشكل والطراوة ده. تعالي اقولك على الطريقة ونبدأ مع بعض على طول، ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انت شايفة كده انا قلتلك مش هيكلفك حاجة خالص. طبعا احنا هنعمله زي المطاعم، لا هنحط بقى زبادي ولا بيض ولا لبن ولا الكلام ده. احنا كل اللي هنعمله شوية دقيق وشوية مية، والدقيق ده برضو انت اللي هتحدديه. اول حاجة هنبدأ على طول نجيب طبق فاضي وهنحط، انا كنت عاملة حوالي كيلو دقيق. انت بقى عايزة تعملي نص، تعملي كوبايتين، تعملي 4 كوبايات، تعملي اللي تعمليه الكمية بتاعتك. اول حاجة حطيت الملح، وبعد كده حطيت الدقيق، وبعد كده جبت معلقة ملح، وبعد كده هنزل بالمية. المية دي عادية خالص من الحنفية، لا سخنة ولا ساقعة. تمام. هنزل بيها، مش هنزل بيها مرة واحدة الكمية، هنزل بالمية شوية شوية، وهبدأ اقلب كده بمضرب، بمعلقة، بإيدك، مفيش أي مشكلة خالص. حاجة سهلة ومش هتكلفك حاجة، بدل ما نروح نجيبها من بره بقد كده. وولادنا بيحبوا الحاجات دي على طول، فنعمل لهم حاجة كده مناسبة ليهم في البيت، وبنبقى عارفين ان مصدرها ايه ونظافتها، وتبقى صحية. كده انا لقيته محتاج لسه ميه، هبدا برضه احط اول باول. انا عارفه هو ياخد كميه ميه قد ايه، بس عشان اوريها لك اني تاخديها مرحله مرحله، ما تحطيش مره واحده عشان ما ترجعيش تاني تلاقيه خفيف وترجعي تحطي دقيق وهكذا. لا، هتحطي، بصي هتتابعي، شوفي هنا لسه تقيله، برضه جبت ميه تاني وحطيت. وبعد ما قلبته خلاص وعملته، طيب انت حاسه ان هو مكلكع مثلا، مش عارفه تقلبيه كويس، ممكن لو عندك مضرب كهربائي تديله ضربتين هيدوب معاكي ومفيش حاجه هتكلكع، او هاند بلندر. طيب ما عنديش حاجه من دي، خلاص اعملي بايدك او بالمعلقه، بس لحد ما تلاقيه بنفس القوام ده، مفيش حاجه كلكعت، مفيش اي حاجه قدامك اهو. يعني انا ضربته بالهاند بلندر ضربتين كده، بعد ما قلبته شايفه القوام بتاعه عامل ازاي؟ عامل زي الكريمه كده، مفيش حاجه مكلكعه، وفي نفس الوقت لا تقيل ولا خفيف. هو ده القوام المناسب اللي هيطلع معاكي طري وجميل. بعد كده بقى هيبقى عندي صينية الكريب زي ما انت شايفاها كده، اللي هي بيبقى حرفها صغير كده. طيب لو انا مش عندي اي صينية عندك تكون ما بتلزقش وتعملي فيها، بس اول مرة كده عشان هنعمل اول مرة، بنعمل لها زي تيست كده ونحط ايه، رشة زيت فيها ونعملها نوزعها بالفرشة كده. دي عشان ايه؟ اول مرة لسه. بعد كده ما ببدأش احط زيت ولا حاجة. تمام. خليكي معايا هنا، انا حطيت رشة دي، هوزعها بالفرشة اهو قدامك. وهبدأ بقى بعد كده ارفعها على النار، اشغل النار على الطاسة، وابدأ احط الخليط بتاعي. هنا انا حطيت الطاسة اهو على النار، هبدأ بعد كده بقى احط الخليط بتاعي اهو هنا بالكبشة كده، وتحطي وتوزعي، وتبدأي تمسكي الصينية كده وتميليها تخليها ايه، تنزل في كل الاطراف زي ما انت شايفة كده. وما تخافيش خالص، لا هيبوظ ولا اي حاجه خالص. زي ما بقولك لو اتبعت الخطوات دي هيطلع معاكي تحفه تحفه زي ما انت شفتيه. والله العظيم انا كل حاجه عاملاها قدامكم، ما قطعت الفيديو ولا زودت اي مكونات، كل حاجه طبيعيه قدامك اهي، وطالع معايا في منتهى الجمال. عايزه بقى انتي تزوديه تخليه يعني ايه، تحطي له زبادي وانتي بتعجنيه، تحطي له لبن بدل الميه، مفيش اي مشكله. بس انا حبيت اعمله زي المطاعم. طبعا المطاعم عمرهم ما يحطوا لبن ولا زبادي ولا الكلام ده خالص عشان يوفروا عليهم. تمام. فهنا اهوت خلاص وزعت على الصينيه كلها. هبدا بقى اسيبه على النار. هيبدأ بقى ايه اللون، اللي اول ما يبدأ يستوي هتحس ان اللون بتاعه بدأ كده زي ما بنقول ايه يتشمع، يعني بدأ يبقى افتح من كده، كل شوية تلاقيه افتح. باجي هنا بايه، بظهر السكينة كده عشان ما جرحش الصينية،
او حاجه رفيعه عندك، وببدا اسلك كده. ليه؟ لانه هو بيبقى استوى بس ماسك من الجناب. بسلك كده واهز الصينيه كده، لقيته اتحرك معايا يبقى خلاص كده تمام اهو. بالراحه خالص، وزي ما قلت لك بظهر السكينه عشان ما نجرحش الصينيه اهو. وببدأ بقى اعمل بالصينية كده، برضو لقيته ماسك يبقى لسه، لقيته اتحرك يبقى خلاص تمام. كل حاجة قدامك اهي شوفيها معايا اهو كده تمام خالص، اتحرك معايا اهو. بجيب بقى اي حاجة كده زي ما انت شايفة، وابدأ اقلبه كده اهو. انا كنت لسه لقيته لسه من تحت شوية فسيبته تاني. والله سهل، ولا بياخد منك وقت، ولا اكله جميله ولا مكلفه ولا اي حاجه اهو. بصي قلبته وهو معدلاه بالصينيه كده واسيبه. واول ما بقلبه ما بياخدش لحظات بقى، وبقوم شايلاه على طول. وببقى محضره اي حاجه احط عليها، مثلا صينيه كبيره وفوطه المطبخ، احط اللي هعمله على الصينيه واغطي بفوطه المطبخ، عشان طبعا ايه ما ينشفش معايا على ما اخلص الكميه كلها تمام اهو. كده بشيله بقى، وهبدأ اعمل تاني برضو كمان مرة بالفرشة كده مسحة زيت. وبعد كده بقى مش هحط زيت تاني، كده هتبقى خلاص الصينية مدهنينة معايا كده، فمش هحط تاني. انا طبعا كل ده وطبعا النار شغالة والصينية بقت سخنة، فهبدأ احط الخليط كده والفه كده على طول، علشان طبعا الصينية سخنة فالخليط بيمسك على طول تمام اهو. زي ما انت شايفة كده، واحط تاني كمية تانية، افضل اظبط لحد ما الاقي احط لحد ما الاقي اتظبطت وخدت من كل ناحية خلاص اهو تمام. برضو نفس الموضوع، استنى لحد ما الاقيه خلاص اللون الابيض ده راح وبدأ يستوي كده، اقوم ايه مسلكاله من الجناب وقلباه اه. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا في القناه ولسه جديده ما تعرفينيش، انا رانيا ودي قناتي بقدم فيها وصفات سهله وبسيطه وعلى قد الايد. يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت معايا في القناه ما تنسيش تعملي لايك وتقولي رايك في الكومنتات اهو. بنبقى محتارين كتير، بيجي علينا اوقات بنكسل نعمل اكل مثلا ومش عايزين نكلف ولا عايزين حاجه، والاولاد بيطلبوا الحاجات دي من بره كتير، فبدل ما اجيبه ب100 جنيه ولا ازيد ولا اقل حسب المكان اللي عندك، لا هعمله بايدي. وزي ما قلتلك انا عامله بكيلو دقيق، عايزه تعملي انت باي كميه انت تحبيها. وبرضه خليكي معايا للاخر عشان هقولك على طريقه تفريزه في الفريزر. لو انت مثلا شغاله موظفه داخلين على مدارس وعايزه تعمليه ويريحك بعد كده وتسحبي منه على طول، يبقى هقولك على الطريقه اللي تفرزيه بيها في الفريزر. بس خليكي معايا للاخر او نفس الطريقه برضو قلبته، ما بياخدش لحظات اول ما تقلبي. وهنا انا كنت عملت قدامك واحدة واتنين وتلاتة واربعة عشان تشوفي الطريقة وتشوفي قد ايه سهل، ومش هيكلفك حاجة ومش هيتعبك خالص تمام. هنا خلاص اهو. هبدأ برضو ايه، انا كنت حطيت واحدة على الصينية، هحط دي عليها وابدأ اغطي بفوطة المطبخ. هنا بقى خلاص زي ما بقولك الصينية خلاص بقت مدهننة كده. ليه؟ لان انا حطيت مرتين فيها مسحة زيت، فمش هحط تاني خلاص. بس زي ما قلتلك هسرع ايدي وانا بحط كده، عشان طبعا الصينية سخنة ما يمسكش معايا الخليط وما اعرفش اوزعه اهو. بمنتهى السهولة كده خلاص الخليط اتوزع. هحطها تاني، وزي ما قلتلك الطريقة تسلكي لها من الجناب وتقلبيها. معلش لو الفيديو طول عليكي عشان بس ايه عايزة اوريكي كل تفاصيلها. هنا زي ما قلتلك بمسك الصينية الاقيها اتحركت كده خلاص، بقوم قلباه اهو. حابة تدينه لون عن كده براحتك، حابة تطلعيه ابيض من كده برضو براحتك اهو. شوفي لحظات وبكون شايلاه اهو. كنت بوريهولك بقى من تحت وخلاص كده هشيله. نفس الموضوع برضو، دي المرة الرابعة اهوت. معلش لو كررت كتير لان بجد ايه يعني عايزاكي تشوفي تفاصيله وتشوفي كل حاجة فيه، عشان حصل فيه اخطاء كتير وناس جربته وتقولك بيكسر مني بيبوظ مني بيعمل. يبقى اول خطوة تعمليها انك تجيبي صينية ما بتلزقش ايا كان نوعها، بس اهم حاجة ما بتلزقش. واول ما تبدأي تشتغلي تعملي مسحة زيت فيها، وبعد كده خلاص تمام. وتسلكي لها من الجناب عشان برضو ايه ما تلزقش معاكي. وبعد كده تقلبيها، اتحركت معايا اهي، ببص عليها كده. وبعد كده ايه ابدا اقلبها على الوش التاني اهو.
انا برفعها بايدي ما بتمسكش معايا خالص، سهله جدا جدا جدا. هقلبها بقى على الناحيه التانية، وديت اخر واحده معاكم هعملها، وبعد كده هكمل الكميه لوحدي واوريكي بعد كده بقى هنبدا تفرزيه ازاي لو عايزه تشيلي كميه معاكي عشان توفر عليكي وقت. وعايزه اقول لك كمان لو انت حابه تعملي مثلا الخلط تحشيه، يعني الحشوه بتاعته شوكولاته، مربى، حاجات مسكره يعني. وانت بتعجني في مرحله العجن بتبداي تحطي كم معلقه كاكاو كده على العجينه، هيديكي لون بني، وحوالي معلقه سكر كده، وتبداي تعجني ده للحشوه اللي هي ايه المسكره. انما الحشوه العاديه اهو كده خلاص تمام. هشيله بقى، هقلبه، وبعد كده اشيله واخلص باقي الكمية معايا. وبرضو عايزه اقولك ما تكلفيش نفسك في الحشوات، يعني عايزه تعمليها اقتصادي خالص، ممكن بطاطس وكاتشب عليه وخلاص. هنا بقى زي ما قلتلك انا كنت بحط الواحد واغطي بالفوطه وارجع اجيب التاني واغطي بالفوطه لحد ما اعمل الكميه دي. بسم الله ما شاء الله، دي الكميه اللي طلعت معايا من كيلو دقيق. حاجه في منتهى الجمال والله العظيم يا جماعه، ما ضفت اي اضافات تانية، شويه دقيق وميه والمعلقه الملح، وطالع معايا بالطراوه والحلاوه والشايفه، لا بيتقطع مني ولا ناشف ولا بيتكسر ولا اي حاجه، مع اني سبت الكميه دي لحد ما عملت كله اهو. شايفه؟ تحشي بقى الحشوه اللي انت حباها اهو، اهو تمام. طيب زي ما انا قلتلك بقى، لو انت عايزه تشيلي كميه وتفرزيه مثلا عشان انت موظفه، او عايزه تبقى سهله عليكي تسحبي منه على طول، هتجيبي معاكي كيس فاضي تمام، وهتحطي اول واحد في الكيس من تحت. تخيل كده ان الصينيه دي هي الكيس، هحط اول واحد كده، وبعد كده هجيب اي بصي كيس تقطعيه كده. طيب ما عنديش اكياس فاضيه ان انا اقطعها كده، ممكن ورق كراسه او كتاب، وتحطي بين كل واحده وواحده ورقه، هو ما بيبقى متفرز وطالع متجمد ما بيمسكش فيه. وتحطي تاني، حطيت كيس واحط واحده تاني وكيس واحط تاني لحد ما اخلص الكميه، وابدا كلهم طبعا بيبقوا في الكيس، واقفل عليهم الكيس واحطهم في الفريزر مفرودين كده، وقت ما عوز اشيل منهم واسيبهم على الرخامه يفكوا، وتحشيه الحشوه وتدخليه في الفرن تعمليه، هيبقى طالع معاكي حاجه كده زي الفل في منتهى الجمال اهو. شايفه الكميه دي؟ يعني حوالي 15 رغيف، من 15 ل20 في الكيلو يعني، من الكيلو دقيق. بس دول حوالي طلعوا معايا 15 رغيف زي ما انت شايفه ده. بس الصينيه بتاعتي كانت صينيه حجمها كبير، يعني في صواني حجمها وسط، في اصغر، في اكبر، بتاعتي كانت كبيره. لو عندك الصينيه اقل طبعا الكميه هتختلف وهيزيد معاكي اهو. تحشيه اي حشوة جربيه ومش هتندمي والله العظيم، ومش هياخد منك وقت ولا هيكلفك حاجة، وهتفرحي بيه اولادك، وتغيير في نفس الوقت. عايزين نغير اكلات، زهقنا من الاكلات العادية، عايزين نعمل حاجة كده مختلفة زي ما انت شايفة كده اه. وحبيت انقله في صينية تانية عشان اوريك الكمية اهي، وسيبته كده لحد ما خلصت خالص، لا لزق في بعض ولا اي حاجة خالص اهو. حاجة في منتهى الجمال، جربيه ان شاء الله هيعجبك. ولو عجبك ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك في القناة، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانتظروني في وصفة جديدة، ومع السلامة.